يا ترى انت عارف عايش ليه؟ في ناس كتير عايشة وبتتعب في الدنيا دي علشان بس يبقى عندها فلوس كتير، وبيبقوا فاكرين ان الفلوس هي الضمان والسند ليهم، وما تعرفش ان هي بكده بقيوا زي الغني الغبي اللي عاش طول عمره يجمع في فلوس علشان بس يبقى غني، وفجأة في يوم أخذت نفسه منه وساب كل حاجة هو تعب علشانها. عمر ما كان ضماني كان في فلوس أو صحة أو مال أو شغل أو حتى أولاد. ضماني الوحيد هو في ربنا. الله هو حافظ حياتنا، وحياتنا كلها في إيده. خلي دايما عينك عليه، مش عينك على الفلوس ولا الشغل ولا الأولاد ولا أي حاجة تاني في الدنيا، لان في لحظة واحدة ممكن تسيب كل حاجة انت تعبت علشانها. الضامن الوحيد ليك هو حياتك في الارض مع ربنا، وزي ما بيقول الكتاب: لكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه. يعني الاتكال الوحيد هو أن أتكل على ربنا، ما اتكلش على فلوسي ويبقى معايا فلوس بس في البنك فابقى أنا مطمن، أو أبقى عايش بس علشان خاطر أسدد في فواتير اللي بتيجي عليا كل يوم. فما تتعبش نفسك وتعيش كل حياتك بتجري ورا الوهم، وتفضل عايش جوه دايرة تفضل تلف 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 فيها. وما ننساش ان احنا عايشين جوه دايرة لان الارض اصلا كروية، فبنبقى عايشين بنلف نلف نلف والدايرة مش بتخلص، ولا متطلباتنا اصلا بتخلص. فكل يوم في ازدياد. يعني انت مثلا النهاردة جبت حاجة كان نفسك فيها، بكرة عايز التانية، بعده عايز التالتة، فبتفضل طول عمرك بتلف في نفس الدايره. وخلي بالك ان اللي انت بتكنزه على الارض مش بتاخده معاك فوق لما بتسيب الدنيا، وبتبقى حياتك كلها ضاعت حياتك اللي على الارض في تعب ولف، وكمان ضاعت حياتك اللي ابديه اللي فوق. فاحنا عايشين بس علشان نتلذذ بالرب، زي ما بيقول الكتاب: تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. يعني الحاجات اللي احنا بنجري وراها دي هتجينا لوحدها لما نعيش حياتنا مع الرب. زي الآية اللي بتقول: اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يعني الحاجات دي اللي احنا بنجري وراها بتجيلنا كده على البيعة. وما ننساش ان الفلوس دي بتبقى خدعة علينا من إبليس علشان خلينا نضيع حياتنا، ان احنا نفضل نجمع ونلم في فلوس، وهي في الآخر عبارة عن ايه؟ شوية ورق. فما تضيعش حياتك في حاجة ملهاش لازمة. وزي ما قلت لكم خلي عينيكم على الرب. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباي باي.